في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والالتزام اللي التزم به أمام الشباب وأمام الشعب، ووعد به خاصة الشباب الجزائري وشباب ولاية بشار على وجه الخصوص، لا سيما الفرق والجمعيات الرياضية، باش يدفع الحركة الرياضية، أي بغية الدفع بالحركة الرياضية وتأطيرها بالمنطقة، منطقة بشار. قام اليوم وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي وعبد الرحمن حماد وزير الشباب والرياضة، ومعاهم محمد سعيد بن قمو والي ولاية بشار، بوضع الحجر الأساسي لمشروع إنجاز مركب رياضي ببلدية بشار. المركب هذا الرياضي يضم ملعب مغطى السعة تاعو 25,000، كذلك فيه مسبح، يعني هذا عنده الملعب يهز 25,000 مقعد، ومسبح نصف أولمبي مغطى كذلك فيه 1200 مقعد، وملعب كذلك ألعاب القوة يهز 6500 مقعد، وقاعة متعددة الرياضات بسعة 400 مقعد. المركب اللي يتربع على مساحة قدرها 40 هكتار، وهذا الملعب بداو في التدشين تاعو. إذن الجزائر تستمر في طورتها الرياضية، وبدات ببناء الملاعب وتدشين المرافق الرياضية اللي جعلت يعني دول إفريقيا رغم يعني التلاعبات في هذا الاتحاد الإفريقي، جعل الدول الإفريقية يتودد، أو خاصة الاتحاد الإفريقي يتودد للجزائر مؤخرا حتى يعني تستضيف بعض الفرق أو تستضيف كأس إفريقيا 2027، ولكن الجزائر رفضت بسبب يعني الشيء اللي صرا لما أعطوا كأس إفريقيا للمغرب. إذن الجزائر تستمر في نهضتها الكروية وفي بناء الملاعب والصروح الرياضية، فبعد ما دشنوا بالرقي، ثم بعد ذلك ملعب علي لابوانت تاع المولودية، بعدها دشنوا ملعب تيزي وزو، وعند رئيس الجمهورية سطيف ورقلة بشار وغيرها باش يبنيو، أو ملعب وهران كذلك نسيناه بلود هدفي. إذن الجزائر بعد ما وعد يعني فريق سطيف وبشار ورقلة وغيرها بعد رئيس الجمهورية بأننا رايحين يبنيو ملاعب تما في الربع أقطاب الوطن. الآن يتم تدشين هذا الملعب، ملعب بشار، واللي راح يكون يعني فائدة لشباب المنطقة، يعني مدينة بشار، أو لشباب الجزائر أو للدولة الجزائرية، يعني للجزائر حين يعني تستضيف بعد التظاهرات الرياضية. فأكيد هذا يخدم الرياضة في الجزائر، وما زلنا راح نشاهد ملاعب أخرى يتم تدشينها في القريب العاجل، من مثل ملعب سطيف، وملعب آخر كذلك راح يتم في عنابة وفي قسنطينة، رغم أن هناك توجد ملاعب أخرى. فهذا يعني خبر مفرح وخبر صار لكل الجزائريين، فالله نسأل الله عز وجل أن يوفق كل من ساهم في هذا.